حلقة جديدة. حلقة يوم الخميس دايما بتبقى مختلفة، دايما بيكون في فقرة عايزة حقي، بنتكلم في أهم القضايا اللي بتخص الستات والرجالة. وطبعا طالما بنقول عايزة حقي يبقى أكيد منورنا سيادة المستشار وليد الفوري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اللي كل خميس منورنا. مساء الخير على حضرتك. مساء النور واهلا بحضراتكم واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك منورنا. اهلا بحضرتك. يعني طبعا احنا عارفين ان مؤخرا وفي السنوات الاخيره بقى النصب على السوشيال ميديا كتير جدا، وطرق النصب بقت كتيره جدا. اوقات كتير ناس بيتنصب عليها وبيرجع لها حقها، واوقات الناس بيتنصب عليها وما بتعرفش ترجع حقها. بما ان الموضوع ده والقضيه دي تحديدا مهمه جدا لكل الناس اللي بتتفرج علينا، ايه اغرب القضايا النصب اللي اتعرضت على حضرتك يا سياده المستشار ولقيت انه ايه ده، هو ازاي مخه كده قدر ينصب على الناس بالطريقه دي؟ احكي لنا كده ايه اغرب القضايا دي. طيب، هو طبعا بما ان السوشيال ميديا والتكنولوجيا بيحصل فيها تطور كبير، فده بيؤدي ان الجريمه بيحصل فيها تطور اكبر. زي ما الحاجه بيكون لها فايده، في الشخص الذكي اللي بيستعمل الفايده ديت عشان ينصب ويحتال بيها. ففي بقى يعني مجموعه كده انا هحكيها النهارده، يمكن هنقول 8 حالات بس مش على سبيل الحصر كمان. اول حاجه مثلا في موضوع النصب على السوشيال ميديا دلوقتي وانتشر وناس كتير جدا وقعت فيه واتنصب عليها. بيجي رساله عشوائيه من واحده بتبعت صورتها، انا حابه اتعرف، طبعا هي واحده اجنبيه مش مصريه او عربيه. اشمعنى واحده يعني ما ينفعش واحد؟ عشان الشعب المصري بيحب يعمل الواجب يعني، فالكرم بتاعنا لازم نرد عليهم ونتعرف يعني. فهي دي البدايه يعني. فبيبدا يتعرف بقى، طبعا الصوره جميله وانت منين ومنين، ويبدا في تواصل وتليفونات. الفكره انها بتفرض عليه الفكره ان هي كانت قاعده في مكان ما في جنوب افريقيا، ووالدها توفى وترك ثروه تعادل تقريبا 60 مليون دولار. وان هي حابه تخرج بره البلد لانها مضطهده، لان والدها كان من ضمن يعني فئه عسكريه مضطهده والحكومه مضطهده، وانها قدرت تجمد الفلوس دي وعايزه تبعتها على بال ما تيجي، وان هي بتوعده بجزء من الفلوس دي وجزء هنطلعه للاجر والثواب والباقي اجي ان شاء الله. جميله قوي الفكره. فبيبدا التواصل بقى يتم، يعني هو مش مصدق، تبدا تبعت له صوره، تطلب بياناته الاول، تبعت له بوليصه شحن مختومه فعلا من ختم الشركه ان نقل الاموال ده هيتم عن طريق شركه شحن في صندوق حديدي محدش هيقدر يفتحه الا انت، بكارت تعريف ببصمه هيجي لك لحد عنده. وحد من المعرفه ليها اللي موجود في مصر، واتفاجئنا ان هم طلبه بيدرسوا هنا، بيتواصل معاه يقول له في كارت خاص بيك هنوصله لك. فطبعا الراجل اول ما يوصل له الكارت ده الموضوع بجد بقى، فيبدا ان هو يعني يهتم جدا بالموضوع. خلاص بيتم الشحن، بيتعمل له توكيل مضروب، يروح له صورته، بيديله بوليصه شحن باسمه موجوده على كل ده على السوشيال، بتبعته له، وينتظر تليفون من شركه الشحن عشان تسلمك الصندوق الحديدي اللي فيه الملايين. يبدا الراجل منتظر 15 يوم. الو، شركه الشحن معاك. طبعا حد بيكلمه بالانجلش، يعني المفروض الشحنه بتاعت حضرتك وصلت، احنا طبعا ما نعرفش المحتوى، وده عقد ما بينها وما بين شركه الشحن. تقدر تيجي تستلم، ولكن في رسوم شحن وفي افراج جمركي وفي ضريبه. حضرتك لازم تحولهم على رقم الحساب رقم كذا عشان تستلم. طبعا الفكره اتنصبت في دماغه بقى، والملايين جايه. عايزين كام؟ بيبداوا معاه من 25,000 30,000 يدفع وهو مبسوط. بيدفع وهو مبسوط بقى ويحول الفلوس، وفي الاخر الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا. انا عجبني يعني ايه بيقولوا اهم من الشغل ظبط لا ظابطين الحدوته. انا صدقت. طيب في حاله ثانيه بقى، ودي المشهوره جدا جدا. الو يا محمدين، ارجع البلد عشان لقينا مساخيط. ايوه كلنا جات لنا. وشوف حد يصرف المساخيط. طبعا انا جات لي شخصيه، جات لي الناس كلها. يبدا الشخص مساخيط وتعالى صرف المساخيط. الو انا محمدين ولا انت عايز محمدين مين؟ لا، يبدا يستقطب الشخص. احنا بنفحت لقينا اثار، وبيتكلم بقى باللغه الصعيدي او اللغه المنياوي، ومش عارفين نصرف الحاجه، تعالى شوف الحاجه عشان تطمن، ويبعت له صور وفيديوهات. وفعلا الشخص بيروح للمكان يلاقي فيه حاجات طبعا كلها مضروبه جايه من خان الخليلي. احنا الحاجات دي عينات لقيناها، وممكن بيديله عينه حاجه يعني زي ذره ذهب، اكشف على الحاجه دي، والحاجه اللي عندنا كلها ذهب وتعالى. بيبقى واخد فعلا يعني همسه الذهب دي بسيطه خالص، بياخدها يروح يكشف عليها يلاقيها ذهب فعلا. ده الناس دي بتتكلم صح. طب الو ايه المطلوب عشان اجي؟ بص احنا هندي لك الحته الاولانيه بس هندي لك ب 20,000 وانت بقى مبروك عليك. ادفع يا محمدين. يروح محمدين يدفع 20,000 وياخد الحته اللي هي المفروض اللي هي الذهب اللي كشف عليه، ويروح للسايغ يتمسك عشان يروح خان الخليل يعرضها هناك. وادي قصه المساقيط. الزئبق الازرق
ففكروني من ضمن الحاجات الاحمر زمان من ضمن الحاجات برضه كتير. وطبعا كله في الفنكوش وكل كله في الفنكوش. حاجه حصلت معانا بقى شخصيه. ايه بقى؟ طبعا ايام انتخابات مجلس النواب اللي فاتت كنت انا من ضمن المرشحين. اتصل بيا شخص بقى وقور جدا، مستشار وليد، انا معاك فلان مدير بنك مصر. اهلا وسهلا، انا سعيد جدا بحضرتك وعايز اقف جنبك. انا عندي في البنك معروض بالظبط 5 وظائف، انا بهديهم لحضرتك هديه الانتخابات عشان اي حد حابب ترشحه هيتعين فورا. الله. طب دي حاجه جميله والله. اسم حضرتك ايه؟ فلان الفلاني مدير بنك مصر. على الترو كولر طالع فلان الفلاني بنك مصر. طبعا دي سهله، اي حد بيقدر يعملها. فانا قلقت برضو من الموضوع، يعني الحدايه ما بتحدفش كتاكيد، دي قاعده اساسيه. خلفت حد من لا وجاي لي مين؟ او جاي لي بقى في عيب بالظبط، هيترفع عليه قضيه في ثانيه. فكلفت حد عندي من المكتب، قلت له اعتبر ان انت اللي هتتوظف وكلمه، لو جت الوظيفه حلال عليك، ما جاتش اديني السيناريو عشان نعرف الناس دي شغاله ازاي. بالفعل كلمه، انا من طرف فلان وانا عايز الوظيفه، هتيجي هتجيب ورقك معاك وتلبس اليونيفورم وهتقابل حد في فرع القاهره، بس مش هتخش البنك لان الموضوع احنا بنعمله حاجه كده يعني خارجيه ما حدش ياخد باله. الشخص ده هيطلع لك بره البنك، هتديله السي في بتاعك والاوراق وهتسلمه مبلغ 4000 جنيه. ليه 4000 جنيه؟ رسوم الاجراءات، تخليص الورق وشركه التامينات والبوليس، وهتيجي تمضي العقد عندنا في الفرع الثاني في فرع طنطا. طبعا بلغني، عرفنا ان القصه كلها نصب واحتيال. دي كانت بس بيتعبوا بيفكروا برضو. لا بيفكروا يعني طبعا اذكياء نصب جدا. محترف. طيب انا دلوقتي طمعت فوقعت في النصب، لان مفيش نصاب غير لما يلاقي طماع. طبعا وقعت فيها، هاجي لحضرتك ايه الاجراءات؟ الاجراءات طبعا ان انا لازم اعمل محضر بالتفاصيل اللي حصلت كلها، سكرين شوت بكل الاتفاق اللي تم او تسجيلات صوتيه بكل اللي تم. اذا كان في تحويل تم بيكون بموجب ايصال او ايصال ايداع مثلا، او تحويل فودافون كاش او اي محفظه، ونبدا نعمل محضر ضد الشخص ده. يمكن حتى الفتره اللي فاتت لما زاد موضوع البنت الاجنبيه اللي بتبدا انها تشتكي دي، الاموال العامه قبضت عليها في مدينه نصر، دي واقعه حقيقيه. اتقبض على البنت دي، كانت بنت اجنبيه بتدرس هنا في مصر، ولقوا عندها في قلب البيت كل التفاصيل دي، مش واحد بس منصوب عليه، ده ناس كتيره، ولقوا الفلوس اللي اتحولت كلها راحت بره مصر. يعني موضوع مش سهل. عصابه يعني. طبعا عصابه، تشكيل عصابي. طيب هم فعلا النصابين بيكونوا يعني ايه مبدعين قوي بخيالهم، يعني هم فنانين جواهم فن كده ايه في ازاي انصب على الشخص اللي قدامي. في كمان التسويق الالكتروني، ده نوع من انواع النصب، ان انا اتسوق الكترونيا واشتري حاجات وفي الاخر الحاجات ما تجيش مطابقه، او يتنصب عليا ان الحاجه اصلا ما تجيش، سيان بطلب اوردر من خارج مصر او من داخل مصر. ده نوع من الانواع. حاجه تانية كمان زي البيدجات اللي بتنزل، كل الناس دلوقتي عايزه تبقى بلوجر وعايزه تزود عدد الفولورز عندها على الانستجرام، فيبداوا يتعرضوا ان والله انا عامل الاوفر الفلاني بالسعر الفلاني بس ادفعوا لي، فتبدا الناس تبعت جزء من الفلوس مثلا وتستنى يزود لها اي حاجه وتختفي هذه الاشخاص. في الحاله دي العقوبه بتكون قد ايه وازاي، وهل فعلا بياخدوا اجراءات قانونيه فيها؟ وفي الحاله الثانيه بتاعه التسويق الالكتروني برضو اللي بيحصل فيها. طيب الموضوع ده اتكرر كتير برضه وبذكاء قوي. في ناس كتير قوي دلوقتي ممكن نشوف على السوشيال مسابقه الحلم، اشترك، اعمل لايك، شارك لعدد كبير جدا من اصدقائك عشان تدخل وتاخد مسابقه الحلم $1,000,000، او اعمل شير كمان. بالظبط، وشير. طب الصفحات دي بتبدا بتحط ليه الحاجات ديت؟ هو بيعمل صفحه جديده وعايز يحقق عليها عدد كبير جدا من المتابعين، عشان يبدا ان هو بعد ما يحقق عدد المتابعين ده يبدا يبيع الصفحه. طيب وصل مثلا لعدد كويس جدا عن طريق الاعلانات الوهميه والمسابقات الوهميه، يغير اسم الصفحه، يشيل الاعلانات ديت ويبدا يعرض الصفحه للبيع. حضرتك كمذيع مثلا، حضرتك كشوبنج عايز تعمل صفحه باسمك، يبيع لك الصفحه ويبدا ان هو ياخد منك المقابل على اساس ان عليه متابعين كتير. بعد بالظبط يمكن اسبوعين او 3 بيتم تغيير باسورد الصفحه وتتسحب منك مره ثانيه وتتباع لغيرك وغيره، لان هو بيبقى معاه السيريال ومعاه كل التفاصيل بتاعه الصفحه دي لما انشأ. الموضوع ده بيتكرر بقى على مدار كل حاجه. ممكن تلاقي صفحات وهميه بتبدا انها بتبيع اشياء مش موجوده فعلا وتحول المبالغ لعربون وما توصلش. ناس كتير يقول لك احنا هنزود المتابعين، هنكبر لك الصفحه واديني الباسورد وهنشتغل على الصفحه، ويبدا يسرق الصفحه بتاعتك ويساومك بعد كده عشان يرجعها لك، ودي حصلت برضه في اكتر من حاله. طيب خليني اقول لحضرتك، سواء الفولورز، انا مثلا بيتبعت لي مسجات مثلا بيسحبوا من الرصيد عشان اكسب عربيه ومش عارف ايه،
كمان بيلعبوا دلوقتي كمان على موضوع الشقق، وان انا اشغل لك فلوسك لو دفعتي مبلغ كذا هيزيد على كذا. عارف حضرتك كيس البلح بتاع زمان ده، عارف انت، بس بطريقه شيك شويه. وانا شايفه ان احنا قاعدين نتكلم في نماذج كلها سلبيه سلبيه سلبيه. اكيد في ناس بتشغل بجد، واكيد في ناس ممكن تديني حاجه بجد. ازاي اقدر افرق الكويس من الوحش، ولا كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا نماذج سلبيه فقط؟ لا، هي للاسف يعني اللي احنا بنشوفه دلوقتي كتير نماذج سلبيه، بسبب ان احنا ما عندناش وعي كامل ان احنا نقرر اذا كان الشخص ده فعلا صادق ولا لا. احنا بنتعامل مع حد ورا الشاشه. للاسف احنا كل اللي بيتحط لنا ممكن نصدقه بمجرد شويه صور، شويه فيديوهات، شويه اوراق مضروب، فبنبدا نتفاعل معاه. ولكن برضه زي ما في السلبيات في الايجابيات، ولكن هو برضه اللي بيشتغل على السلبيات بيشتغل على حاجه الواحد محتاجها. يعني ممكن مثلا وظائف، تلاقي اعلان نازل اقرب حاجه مثلا وظائف بشركات الغاز، وظائف بالبنك الاهلي، وظائف ببنك مصر، اعلان من اكونت مجهول. يعني شيء طبيعي ان اي شركه زي دي مش هتنزل اعلان زي دوت عشان عايز وظائف. صح. فانا بدانا فعلا نتتبع الاعلان زي دوت، بنشوف عايز ايه. مش حاطط تليفونات خالص، تواصل معانا على الخاص، يبدا يستقطب كل الناس اللي عايزه تتوظف وتتعين ديت، ونلاقيه في الاخر مكتب توظيف. نروح نعمل الابلكيشن، نكتب الابلكيشن وندفع رسوم 200 جنيه. شوف بيلم كام فرد على مدار الفتره اللي بيعلن عنها، وهنتصل بيك، وطبعا ما بيتصلش بحد، وبيقعد مثلا 3-4 شهور، بعد كده يغير مكانه وينقل في مكان تاني. فهنا هو اشتغل على الاحتياجات اللي الناس محتاجاها. وظف فلوس، قروض، وظائف. ففي الحاله دي هو بدا خلاص يعني يستقطب الشخص اللي هو محتاج ان هو يضحك عليه. اوكي، صح. على النقيض في ايجابيات. انا عارفه ان حضرتك استاذ وليد النهارده جايب لنا فيديوهات لحالات مختلفه. تمام. دي بقى حالات فعلا تم النصب عليها عن طريق السوشيال ميديا، ولا هو الفيديو اللي احنا جايبينه بقى الفيديو؟ حاجه ايجابيه. احنا اتكلمنا عن السلبيات بالظبط. في حاجه ايجابيه. طبعا انا بتشرف ان انا من محافظه الغربيه طنطا. في مجموعه شباب عاملين حاجه اسمها الغربيه نيوز. بداوا ان هم يشتغلوا سوشيال واعلام بطريقه مميزه. بيعلنوا عن الحاجات الكويسه، بيحطوا الافكار والحوادث مثلا بطريقه اعلاميه نظيفه. ما بيطلعوش ترندات زي الترندات اللي بنشوفها انت شويجري والكلام ده كله. لا، بيتعاملوا مع الواقع صح. عاملين مهرجان لتكريم الشخصيات العامه على مستوى الغربيه، وانا دعمت فيه او انطلب مني اكون راعي شخصي ليه، فمش هحرق التفاصيل الموجوده في الفيديو الاول. نشوف الفيديو. محافظة الغربية واحدة من أهم وأعظم محافظات مصر، خرجت علماء وسياسيين ووزراء وفنانين ولاعيبة كورة. الغربية طلعت لمصر والعالم كله قامات سطرت بأسمائها التاريخ، من أول سعد باشا زغلول ومصطفى كامل باشا ومصطفى باشا النحاس، والفريق سعد الدين الشاذلي والفريق عبد المنعم رياض، وغيرهم أبطال كتير، للشيخ محمود خليل الحصري، ورئيس دولة التلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل، والعالمة سميرة موسى، وفنانين زي هدى سلطان ومحمد فوزي والعظيمة أمينة رزق وصلاح ذو الفقار، لحد محمد ثروت وماجد المصري وداليا البحيري ورهام عبد الغفور اللي صورت آخر مسلسل ليها هنا في طنطا، ولاعيبة كورة زي وائل جمعة والمحمدي وعبد الظاهر وكريم فؤاد والنني، وطبعا فخر العرب محمد صلاح، وإعلاميين كبار زي المسلماني وشبير والكومي، وطبعا الإعلامي عماد الدين أديب والإعلامي عمرو أديب، وكتاب كبار راحلين زي أسامة أنور عكاشة والدكتور أحمد خالد توفيق. ولو قعدنا نذكر كل أسماء العظماء على مر العصور من أبناء محافظة الغربية هنحتاج سنين وسنين. وعلشان كل زمان وليه ناسه المتميزين، احنا في الغربية نيوز ومع انتهاء عام 2022 قررنا نعمل حفل أسطوري نكرم فيه شخصيات العام على كافة الأصعدة: الثقافي، الحقوقي، الخدمي، السياسي، الصحافة والإعلام، الفني والرياضي، والقطاع الطبي، التدريس الجامعي، والعنصر النسائي. وهيكون عن طريق تصويت الجمهور لعدد من الشخصيات، منهم اللي هيقدم خلال رابط، ومنهم اللي هيختاروا لجنة موقع الغربية نيوز، والكلمة في الآخر هتكون للجمهور. والهدف من المسابقة عمل حراك شعبي وإبراز الشخصيات المهمة في المجتمع الغرباوي، حتى اللي مش هيفوز هيكون أكيد من الشخصيات المؤثرة، علشان كل اللي هيشارك هيتم قبوله بناء على عدد من المعايير. كل ده هيكون بوجود أكبر الرعاة من المؤسسات على مستوى محافظة الغربية. ومع انتهاء مرحلة التصويت ستشهد محافظة الغربية مهرجان ضخم هيتم فيه تكريم الشخصيات الفائزة، واللي هيكون على أعلى مستوى من الإشراف والتنظيم، واللي هيشارك فيه مجموعة من القيادات والفنانين والنجوم. الغربية نيوز في خدمة أهالي محافظة الغربية.
كل ده هيكون برعاية كبرى المؤسسات والعلامات التجارية بمحافظة الغربية. انتظرونا يوم الخميس القادم 9 فبراير بنادي العبد بطنطا. يعني أنا شايفة مجموعة من الشباب والبنات أصوات مميزة، وقفات يعني ولا أروع من كده. كل الدعم ليكوا، بجد عاملين مجهود وشغل رائع جدا، غير البحث والسيرش الكتير اللي انتوا عملتوه عشان تختاروا جمل بسيطة ومختصرة بأصواتكم الجميلة تقدروا توصلوها لكل حد بيتابعكم. عايزين كمان يعني نقول ان الغربية طبعا ولادة بكل النجوم اللي انتوا قلتوا عليهم من خلال الفيديو اللي احنا شفناه. بجد عمل رائع جدا. انا وبقى الامكانيات يا ايمان عاملين حاجة محترمة. دي حقيقة. شكرا جدا. حاجة يا ايمان، الاسم الغربية نيوز راحت بوسي قالت المنصورة نيوز. حلوة قوي ان كل محافظة تبقى يعني ولادة بالنجوم زي ما انت قلتي فيها. دي ايجابيات السوشيال بقى. حابة كمان اشكرك على ان حضرتك بتدعم الشباب من محافظة الغربية. دي حاجة هايلة جدا، ونتمنى يستحقوا سقفة طبعا. طبعا دي حقيقة بصراحة. سقف لهم طبعا، حاجة كويسة جدا. طبعا كل الدعم لكل الشباب المحترم ده، ونتمنى نكون يعني نشوف النماذج دي في كل المجالات. أكيد. بأمانة يعني هم فعلا بيشتغلوا بأقل الإمكانيات، ولكن محققين رواج يعني استغلوا السوشيال والإعلام بطريقة صح. مش زي ما الناس الكبيرة واللوجوهات الكبيرة بنشوفها تحت عناوين ما تستاهلش ان احنا نشوفها. لا ده هايل فعلا. عايزين ننوه كمان عن صفحة الفيسبوك الخاصة بسيادة المستشار وليد الفولي معانا لكل اللي محتاجه. حضرتك نورتنا، وكالعادة الحوار معاك بيخلص بسرعة جدا، وميرسي قوي على حلقة النهاردة والنصايح السخية واختيار المواضيع دايما في الجون. بصراحة بنحييك عليها. اتشرفت بوجودي معاكم، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله. شكرا جدا.